السلام عليكم، ازيكم جميعا. النهارده انا جايه لكم بوصفه حلوه قوي، وهي طاجن ورق العنب باللحمه. بجد وصفه حلوه قوي، وفي السقعه الشديده دي هتنفعنا كتير. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك للفيديو. اول حاجه هنبدا نجيبها هي قطعيه اللحمه دي، وقلنا زي القطعيه بتاعت الفليتو او البفتيك العادي بتاعنا. ممكن تبقى كمان ارق من كده شويه، يعني لو عايزه تبقى ارفع من كده شويه عادي. طبعا بجيب زبده بسيحها، وببدأ ادي للحمة صدمة زي ما انتم ما شايفين كده، وابدأ احط التوابل بتاعتي. وانا بحط على اللحمة هنا ملح وفلفل فقط، يعني انا بقلبها بس كده، بديها تشويحة واحط عليها الملح والفلفل عشان تدي كده نكهة للحمة بتاعتي. وابدأ اقلبها بقى على الوش التاني، تمام، لغاية ما تاخد او توصل معايا للون اللي انتوا شايفينه ده. وممكن اغمق شوية عادي جدا، مفيش مشكلة. تمام، خلاص كده انا خلصت اللحمة. خلاص كده هي وصلت معايا للون ده. تمام، عايزين لون اغمق زي ما انا ما قلت لكم، براحتكم خالص اهو. وهكون بقى محضرة ورق العنب، سلقاه في مية سخنة مع ملح وكمون وشطة بعصير ليمون. وهبدأ أحشي الحشوة بتاعتي. للأسف أنا الفيديو وقع مني، بس أنتوا طبعا عندكم على القناة فيديو تسبيكة المحشي، وحشيته هنا على الجزء الخشن من الورقة عشان تديني اللون الحلو ده وتمسك معايا الحشوة زي ما انتوا ما شايفين كده. بصوا الصباع صغير كده وماسك نفسه. هبدأ بقى أكون محضرة اللحمة. أنا هنا حطيت شرايح بصل، وحطيت فوقيه اللحمة اللي احنا اديناها يعني تشويحة. تمام، وهنا جت الخطوة الحلوة قوي، وهي معلقة سمنة بلدي كده على وش ورق العنب، وشرايح ليمون هنبدأ نرصها كده فوق ورق العنب. وابدأ اسقيه بالشوربة، والشوربة بتكون لأول يعني لآخر حاجة كده في الطاجن بتاعي، يعني يدوبك بس يغطي لغاية الصباع بتاعي لفوق كده أو أقل شوية. وطبعا السوا مهم جدا. أنا بكمره كده بطبق فوق ورق العنب، وبغطيه يدوبك ياخد غلوة، وبعد كده أوطي عليه ويبدأ يستوي. أروح قلباه، وبصوا بيطلع معايا بالشكل الرهيب ده. بصوا بقى البصل مع اللحمة مع، يعني بصوا حاجة كده بجد بجد تحفة جميلة، ويعني يستاهل ان انتوا تجربوها والله يا جماعة في جو الشتاء البارد قوي ده. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى اكون عملت لكم وصفة تعجبكم، وما تنسونيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. والف هنا وشفا هيبقى من ايديكم، فعلا فعلا هيبقى جميل. وبألف هنا وشفا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.